ماتش صعب يا سيف، ماتش صعب. الاهلي لان انا شفت فرقه جوانزو قبل كده. طبعا فرقه يعني عندهم سرعات كبيره، وبيقفلوا كويس جدا. يعني مارشيلو ليبي من المدربين المشهورين في ان هو بيعرف يقفل المساحات كويس جدا. لكن بس الاهلي عنده الدافع، عنده الحافز عالي، يعني عنده لعيبه الاهلي سواء شباب اللي عايز يثبت نفسه، ابو تريكه، وائل جمعه، يعتبر يعني ممكن يكون ابو تريكه الماتش الاخير زي ما بيقولوا البطوله الاخيره عايز يأديها بشكل رائع، عنده حافز ان هو يختم بشكل كويس. لعيبه النادي الاهلي رجاله في كل المواقف. شريف خيري جاب لك حبيبك على طول، وهو ده اللي لعيبه النادي الاهلي عودونا عليه. لكن انا بقول ليه ان الماتش صعب يا سيف، لان الناس العاديه لما يسمع الاهلي هيلعب جوانزو الصيني فيقول لك ان صيني خش اكسبه بتاع. لا، ماتش صعب مش اصلي. عندهم لعيبه يا سيف، انت عارف عندهم لعيبه بتاخد اكتر من 10 مليون يورو في السنه في جوانزو، وصرف كميه صرف غير طبيعيه. الدوري الصيني بقى دوري قوي. كنت رايح انت من كذا مره كل النجوم افريقيا راحت، راح ياكوبو، وراح كانوتيه، وراح سيدو كيتا بتاع برشلونه، ودروجبا راح 6 شهور، وانيلكا راح شويه. فالدوري الصيني ده دوري يعني فيه احتكاك قوي. يعني انا عايز اقول لك ان هم بيلعبوا قدام لعيبه جامده. لكن ان شاء الله احنا كلنا ثقه ان فرقه النادي الاهلي والكابتن محمد يوسف، اللي انا على فكره معجب بيه، معجب بمحمد يوسف، لانه جريء. غير ان هو جريء يا سيف، عايز يطور من نفسه. ودي نقطه مهمه جدا. عندنا المدربين بتاعتنا مش فاهمين ان علم التدريب وان الكره بتتغير كل سنه. لازم تبقى ابديتد بعلم التدريب الحديث وبالخطط الحديثه. الكره بتتغير كل سنه، لو انت مش عايش في الجو ده خلاص الدنيا بتسقط منك. خلاص. الناس فاكره سيف في نقطه مهمه جدا. الناس فاكره ان الفروقات الكبيره اللي بيننا وبينهم على مستوى الانديه مثلا ان هو سوء مستوى فني اللعيبه فقط. لا، سوء مستوى فني المدربين برضه. طبعا لان المدرب هناك المدرب بيشتغل على نفسه. المدرب هو اللي في ايديه يطور اللعيب. المدرب هو اللي يزود للعيب الحته اللي مش عنده. بس احنا عندنا هنا مجموعه كبيره ابتدت تشتغل على نفسها كويس، واسامي كبيره طالعه. كابتن